السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مقلمه بطريقه سهله وبسيطه من بواقي الخيط عندنا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه هنعمل عقده البدايه، وارتفاع 4 سلاسل. ادي 1 2 3 4. وهاجي عند اول سلسله وهقفل منزلقه. هرتفع 3 سلاسل. ادي 1 2 3. وهاجي هنا في الحلقة دي وهشتغل 2 عمود بلف. هاخد لفة على الابرة. ال3 سلاسل دول هنعتبرهم اول عمود. هاجي دلوقتي اشتغل هنا 2 عمود. هسحب الحلقة معايا 3 حلقات، هطلع من حلقتين، بعد كده هطلع من حلقتين. هاخد لفة على الابرة وارجع لنفس المكان واسحب الحلقة واطلع من حلقتين، بعد كده اطلع من حلقتين. هرتفع 2 سلسلة وهاخد لفة على الابرة وهرجع تاني في نفس المكان واشتغل 3 عواميد بلف. ادي 1 2 3. وارتفع 2 سلسلة وارجع تاني اشتغل 3 عواميد في نفس المكان. ادي 1 2 3. وارتفاع 2 سلسلة وارجع تاني في نفس المكان اشتغل 3 عواميد، ودول اخر 3 عواميد هنشتغلهم. شايفين قدامي زي شكل مربع. هرتفع 2 سلسلة وهنجي عند تالت سلسلة في اول عمود في تالت سلسلة وهقفل منزلقة. وهاجي عند العمود اللي بعديه واشتغل منزلقة، والعمود اللي بعديه واشتغل منزلقة. وهاجي هنا في الفراغ ده وهشتغل منزلقة وهبدأ اقص الخيط بتاعي. هاجي دلوقتي اقفل الحلقة بتاعتي كده، اتكون اول جزء معايا. هاجي دلوقتي هاخد الطرف ده هسحبه بالطريقة دي وهشتغل عليه. هاجي دلوقتي نشتغل السطر التاني مع بعض. هاجي دلوقتي اسحب طرف الخيط التاني وارتفع 3 سلاسل. ادي 1 2 3، ودول هنعتبرهم عمود. هاخد لفة على الابرة وهرجع تاني في نفس المكان واشتغل عمود. هاخد لفة على الابرة وارجع في نفس المكان تاني واشتغل عمود. كده بقى معايا 3 عواميد. هنرتفع 2 سلسلة وهرجع تاني في نفس المكان اشتغل 3 عواميد. ادي 1 2 3. هرتفع سلسلة واحدة واخد لفة على الابرة واروح هنا عند الحلقة دي وهشتغل 3 عواميد. 2 3. وارتفع 2 سلسلة وارجع تاني في نفس المكان اشتغل 3 عواميد بلفة. ادي 1 2 3. وارتفع سلسلة واحدة وانتقل هنا عند الحلقة واشتغل 3 عواميد. 2 سلسلة 3 عواميد. اتنين سلسلة
3 عواميد. بعد كده ارتفع سلسلة واروح عند تالت سلسلة واقفل منزلقة، واروح للعمود اللي بعديه واشتغل منزلقة، والعمود التاني واشتغل منزلقة، واجي هنا عند الفراغ واشتغل منزلقة وابدأ اقص الخيط بتاعي. هنيجي دلوقتي نفس الطرف هنبدأ نسحبه في الحلقة بتاعتنا، وهنجيب طرف الخيط بتاعنا ونسحبه ونرتفع 3 سلاسل. ادي 1 2 3. هاخد لفة على الابرة وهيجي هنا في المكان واشتغل 3 عواميد كده، 3 بالثلاث سلاسل ارتفاع، ونرتفع 2 سلسلة ونرجع تاني في نفس المكان نشتغل 3 عواميد. ادي 1 2 3، وهنرتفع سلسلة وهاخد لفة على الابرة وهيقابلني الفراغ ده هشتغل فيه 3 عواميد بلفة. ادي 1 2 3، وارتفع سلسلة، هاخد لفة على الابرة وهيقابلني فراغ، هاجي هنا اشتغل 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد كده. اشتغلت ال3 عواميد وارتفع 2 سلسلة وهرجع تاني في نفس المكان اشتغل 3 عواميد. وارتفع سلسلة هيقابلني الفراغ ده هشتغل فيه 3 عواميد بلفة. ادي 1 2 3، وارتفع سلسلة ويقابلني فراغ اشتغل 3 عواميد. ادي 1 2 3، وارتفع سلسلة وارجع تاني اشتغل 3 عواميد، مش سلسلة، بنشتغل 2 سلسلة وارجع اشتغل 3 عواميد 2 3. هنكمل بنفس الطريقة. هاجي دلوقتي اشتغل سلسلة وبعد كده هاجي في تالت سلسلة واقفل منزلقة، والعمود اللي بعديه منزلقة، والعمود اللي بعديه منزلقة، وهاجي هنا في الفراغ واشتغل المنزلقة وهقص الخيط بتاعي. انا كده قصيت الخيط وهرجع الطرف وهبدأ اشتغل السطر الرابع. هاجي دلوقتي زي ما اتعودنا هنيجي هنا في الفراغ وهنسحب الطرف بتاعنا وهنرتفع. ادي 1 2 3، ونرجع في نفس المكان تاني نشتغل. ادي عمود 2، ونرتفع 2 سلسلة ونرجع تاني في نفس المكان نشتغل 3 عواميد. ادي 1 2 3، وارتفع سلسلة وهاجي هنا في الفراغ واشتغل 3 عواميد. ادي 1 2 3، وارتفع سلسلة وهاجي هنا في الفراغ واشتغل 3 عواميد. ادي 1 2 3، وارتفع سلسلة هيقابلني فراغ اشتغل فيه 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد. بعد كده ارتفع سلسلة واحدة واجي هنا في الفراغ اللي هيقابلني واشتغل 3 عواميد، سلسلة والفراغ اللي يقابلني اشتغل
3 عواميد. بعد كده سلسلة، يقابلني الزاوية بتاعتي اللي فيها 3 عواميد، 2 سلسلة 3 عواميد، واشتغل 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد. ده شكلها. هنبدأ نعمل واحدة كمان، بس هنشتغل ال3 عواميد وهنكمل الباقي مع بعض. هنشبك الوحدة دلوقتي مع بعض. بعد ما خلصنا الوحدة دي هنعمل وحدة كمان، هنشتغل بس ال3 عواميد ومش هنرتفع ل2 سلسلة. هنيجي دلوقتي هنجيب القطعة بتاعتنا، هنيجي هندخل بالإبرة بتاعتنا كده وهنسحب طرف الخيط وهنشتغل منزلقة. هرتفع سلسلة وهرجع هاخد لفة وارجع هنا في نفس المكان تاني واشتغل ال3 عواميد. ادي 1 2 3. بدل ما ارتفع سلسلة يعني هاجي هنا، شايفين بعد ال3 عواميد السلسلة دي وهقفل بمنزلقة. هاخد لفة على الابرة وارجع هنا في الفراغ اللي قابلني واشتغل 3 عواميد. ادي 1 2 3. بنرتفع السلسلة بس بنيجي من هنا نشتغل منزلقة. بعد كده نلف الابرة وناخد نشتغل ال3 عواميد. ادي 1 2 3، ونرجع هنا نشتغل المنزلقة. هنكمل ازاي مع بعض. هاجي دلوقتي، شايفين كنا بنقفل في 3 سلسلة، هاجي دلوقتي واشتغل منزلقة. هاجي دلوقتي العمود التاني على طول الحلقة الخلفية، وهاجي الحلقة الخلفية بتاعت العمود التاني وهشتغل منزلقة. الحلقة الخلفية بتاعت العمود التالت والحلقة الخلفية بتاع العمود التالت بتاع الوحدة التانية وهنشتغل منزلقة. وهاجي دلوقتي في السلسلة وهشتغل منزلقة. ده شكلها. هاجي دلوقتي، شايفين هاجي هنا وهبدأ اشتغل 2 غرزة حشو. ادي 1 2، والعمود اللي بعديه غرزة حشو، والعمود اللي بعديه غرزة حشو، والعمود اللي بعديه غرزة حشو. هيقابلني حلقة فراغ هشتغل فيه غرزة حشو، والعمود اللي بعديه غرزة حشو، والعمود اللي بعديه غرزة حشو، والعمود اللي بعديه غرزة حشو. هنبدأ نجيب اي بطانة عندنا وهنقصها على قد القطعة بتاعتنا. هنجيب المسدس الشمع بتاعنا وهنبدأ شايفين نعمل كده
هنعملها كده ونرجع نلزقها مع بعض. وهبدأ ألزقها. وأي زيادة عندي في الخيط هبدأ أقصها. شايفين القطعة بتاعتنا؟ هنبدأ دلوقتي نخيطها. انا خيطت التانية، هنبدأ نخيط دي مع بعض. هاجي كده لو حابة تلزقيها بشمع عادي، بس انا حابة ان انا اخيطها. ده شكلها بعد ما اتخيطت. تعالوا نقفلها مع بعض. دلوقتي هنشبك الوحدة بتاعتنا، هنخيطها في طريقتين. اول طريقة ان انا اخيط بإبرة التنظيف، الطريقة التانية ان انا اشتغل بالخيط والسنارة. انا هشتغل بالخيط والسنارة. هاجي دلوقتي شايفين الفراغ بتاعي ده، هدخل بنفس الطريقة واروح للفراغ التاني وهسحب طرف الخيط هرتفع سلسلة. هاجي دلوقتي هاجي هنا في الحلقة الخلفية بتاعت اول عمود، واروح للحلقة الخلفية بتاع العمود المقابل ليه واشتغل غرزة حشو. هيقابلني العمود التاني، الحلقة الخلفية والحلقة الخلفية بتاعت العمود التاني، وهشتغل غرزة حشو. العمود اللي بعديه الحلقة الخلفية والحلقة الخلفية بتاعت العمود التالت واشتغل حشو. هيجي يقابلنا، شايفين الزاوية بتاعتنا دي؟ هاجي دلوقتي هدخل فيها واروح للزاوية التانية المقابلة ليها وهشتغل غرزة حشو، وارجع تاني في نفس المكان اشتغل كمان غرزة حشو، وهشتغل عادي. كل حلقة خلفية هتقابلني هشتغل ده شكلها. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو في اي استفسار سيبولي كومنت. السلام عليكم.